الشيء يا ام خليفه واجهت اطفال مسحورين، اطفال صغار. تخيلوا طفل عمره 6 سنوات تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، يتكلم على لسانه المس، يتكلم على لسانه ويقول هذا مع امنا ساحرينه. انا قرات والله يا ام خليفه على ولد، تخيلوا ولد في رابعه ابتدائي يخلي اهله لين ينامون، يفتح الباب ويهرب، ويروحون كل يوم يلاحقونه وسكروا الابواب وتبهدلوا فيه، ترك الدراسه، صار عنده صلع بشكل مفاجئ، نطق ما يتكلم ولا حرف واحد، بس يسب بلفظ التأتأة. اخر شيء قرات عليه، تتوقعون؟ قرات عليه لقيتهم رابطين لسان الولد ورابطين، سبحان، سحر غريب عجيب ما مر يمكن على راقي. السحر محطوط في قدم الام، في رجل الام، حاطينه بحيه او بثعبان، ورابطينه في لسان الولد. يعني الولد يتاذى والام تتاذى، اذا قرانا على الولد الام تصيح من رجلها. تبهذلت لين فكيت منه، والحمد لله الولد تيسرت اموره وشفي باذن الله سبحانه وتعالى. الكلام هذا قبل فتره. ثم قيسي عليه ناس شفتهم وعوائل وبيوت واسر، سواء من السعوديه من هنا او ناس مقيمين عندنا من اخواننا احبابنا من جميع الدول العربيه. والله انه شيء يصدم، ويعني يخلي الانسان يعيش في دوامه، يقول هل يعقل؟ يعني حتى اكرمكم الله وجلكم الله، حتى الحيوانات وهي حيوانات تستعدي لبعضها، وبطبيعتها الافتراس، ولكنها ما تفترس الا في حاله الجوع تفترس. هذول يفترسون بعضهم بالسحر وبالاذى وبالحسد يعني واحد يجي له مبلغ مالي بسيط كذا، حسدوه، اكلوا المال هذا اللي جاه، واكلوا ماله الاول، واكلوا مال عياله، كله حسد من عند انفسهم. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. هذه مصيبه يا خليفه. فهذا الشيء اللي مؤلمني ومتعبني من اقفل البث. يعني لكم ان تتخيلون ان احيانا يمر علي، ويشهد الله اني ما زليت عليكم، احيانا يمر علي 3 ايام 4 ايام، يعني من بث الى بث انام ساعه واحده، من بث الى بث انام ساعه واحده. تخيل يمر علي 3 ايام، 3 ساعات في 3 ايام متفرقات، كل يوم ساعه واحده، ما انام غير ساعه واحده، والباقي كلها يا ردود، يا اطالع ارد عليهم بالرسائل، ارد عليهم باتصال، يا اروح الناس يجون، يا اروح المستشفى، يعني شيء ما حد يتخيل. مع العلم ان انا شفت احد الاطباء دكتور اعتقد الان ينزل مقطع يقول يا ناس ارقوا انفسكم، وانا دائما اقول هذا الكلام، اقول ارقوا انفسكم، ساعدونا، الناس يتعلمون ويرقون. اسال الله العظيم الا يحرمكم انتم الاجر، تراكم شركاء، وانا مسؤول عن كلامي امام الله سبحانه وتعالى، انتم شركاء معي في كل هابه ودابه اسويها، قلت او كثرت، انتم والاحياء والاموات من اهلكم. تفضل يا ام خليفه، طولت عليكم. لا والله يا شيخ، تعرف على كلامك بعقبك، أنا الحين ما دخل بيتي أي حد عن جد. مسكرة على نفسي بابي، المقربين يعني، وبعد مش كل يوم، لأنه صار خدم كله في البيت يعينونك. الناس اللي تزورك بتزورك عشان بتتفرج انت شو عندك، انت شو تاكل، كأنه غير عن اللي في أهل الأرض. زين، شو لبست وليش هذه لابسة كذي، والله تكره الدنيا. أنا أفضل أن الواحد يقعد في بيته مع عياله، بيطلع بيروح هو مع عياله أي مكان، بس شو أنا أنا تعودت بيتي هادي ومش أي حد يجي. لأن يوم فتحنا البيوت فتحنا الحسد على أنفسنا، وفتحنا العيون، وفتحنا نحن نخفف ويلا يلا نقدر ونتحصن يعني الحصن اهم شيء، نتحصن ونذكر الله سبحانه وتعالى وننتبه، لانه للاسف الشديد زي ما قلتي انه الحسد درج، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سيكثر في امتي يوم في قادم الزمان السحر، الحسد والسحر والعين كثرت مع الاسف الشديد. وللاسف الشديد تجي تلاقي واحد مسحور ما عنده شيء، اسالهم ليش ساحرين؟ يستسهلون السحر الحين. لا ابشركم، وانا ترى ما ادري انت سمعتيني ولا لا. سمعت. اي ومنامات كثيره جدا الان في ناس شفاهم الله سبحانه وتعالى، والله في ناس اتصل علي يقول والله انا شايفين اللي ساحريننا يربطون تربيط في فوق السماء الثالثه او السماء الثانيه، شفناهم صعدنا معهم الى فوق وشفناهم هم يكبلون بالسلاسل، ونعرفهم عز المعرفه وهم يكبلون. وقلت لكم الكلام هذا، وترى انا مسؤول عن كلامي امام الله سبحانه وتعالى باذن الله، باذن المولى، وان شاء الله، واسال الله ذلك، انه راح يكون في كشف كامل وهجوم من بعضهم على بعضهم، من الجن على السحرة، وعلى بعضهم حتى الجن فيهم سحرة، حتى ينتصر المسلم وتنتصرون كلكم بإذن الله سبحانه وتعالى، وتشوفون الأسحار هذه تفك تماما، يبقى آثار بسيطة، يبقى ناس بسيطين جدا. في النهاية الأسحار ترجع على اللي سحر وعلى اللي سوى السحر عليهم طبعا، لكن نحن ندي عليهم، المتضرر بيدي عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرد كيدهم في نحورهم يا رب، ويرد أسحارهم عليهم يا رب، كل من آدم مسلم
كل من فرق وكل من خبب. يا الله يا رب أن ترد أعمالهم وكيدهم عليهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، عاجلا غير آجل. إن شاء الله بإذن الله. والله يشفي الناس والله يحمي الناس يا رب يا رب، ويعطيك الصحة والعافية يا شيخ. الله لكن يعافيك. والله بقول لك شيء شيخ، قسم بالله قسم بالله بإذن واحد أحد، أنت أرسلت للأمة. أنا أقول لك إياها وهاي بتم أقولها لآخر العمر. أنت أرسلت، أنت من الرسالات اللي أرسلها رب العالمين للأمة، لأن أرسلك للعالمين للأمة أولا بركة لك وأجر لك، ثانيا لأن من خلال بثك الناس قامت تصحى، الناس قامت تصحى أن هذه أعمال سحرية وهذه شي وهذه شي، لكن هذا الأجر العظيم أنت تعلمهم شوي شوي. شوف بيك شوي شوي يدخلون عليك. أول ما بدأوا يدخلون أن ما نقدر ما نعرف، وفي ناس ضعاف مساكين يحسون أن لا لازم راقي يقرأ. لا مش لازم راقي، أقسم بالله أنا اسمعوني والله العظيم والله العظيم، لو واحد فيكم بس أول شيء يقول دعاء التحصين، حصنت نفسي بلا، ما يختار وقت ولا يختار شيء ولا هو يعني الله عالم يوم بيلمس رب العالمين فيكم اليقين ده، مجرد يقول حصنت أهلي وبيتي وعيالي برب الفلق، ويبتدي يقرأ سورة الفاتحة، ويقرأ مثلا إذا قدر البقرة، ما قدر البقرة الفلق، الزلزلة، المعوذات والإخلاص. زين، ينفث في ماي. أنا بعطيكم طريقة أنا الحين سويتها، قلت لك الشيخ انفثوا في ماي، حطوا لكم غراش كبيرة، اللي يقدر يحط غراش كبيرة يحط غرشتين نفس القراية في كبس في كل الأحجام، أحجام صغيرة حق الشرب وأحجام كبيرة. لا تدخلونها معاكم الحمام تغتسلون، صعبة تدخل غرشة، صبوها في التانكي مال ماي اللي يوصل ماي لكامل البيت، تدخل في الطبيخ وتدخل في السبوح تدخل في غسل اليد، تدخل في غسل مواعينكم بدون ما حد يدري. فيها قرآن. بعدين بعد ما تقرون تخلصون قولوا دعاء فك الرهان ووكلوا أموركم لله. هذه بسيطة، هذه والله مش صعبة. واللي يقرأ الرقية وتصير فيه أعراض، نصيحة لا يقطع. أيوة هذا هني بداية العلاج، لا تقطعون. صح. حبوب، كدمات، شموخ في الجسم، ضيقة، خنقة، ترى لا هذه الشياطين تمسككم، هذا الضعيف فيكم بيخليها.